مانشيت مجلة الأهلي مش لاقي له كلمة تتوصف بيه بصراحة. مش عارف أقول ده كده نسا ولا شغل عيال ولا تفاهة، مش لاقي له وصف بصراحة. هو السؤال بس، واحنا من امتى بقينا كده؟ يعني من امتى بقينا نتكلم بالمنظر ده؟ ودوري وفا، والدوري ال 15 للأهلي كان سنة 79. هو احنا مش عندنا مشاكل؟ مش عندنا أخطاء؟ مش عندنا كوارث وكلنا معترفين بيها؟ مش المفروض بقى نعترف بيها ونبتدي نصلح عشان نرجع أقوى، عشان الدوري ما يروحش تاني؟ انت ليه بتحط مبررات؟ ليه بنحط شماعات؟ ده كان ميزتنا كأهلاوية ان كلنا بنعترف وبنشاور على الغلط اللي عندنا وملناش دعوة بحد. انا اللي ضيعت الدوري، ولا حسين سيراميكا ضيعوا الدوري، ولا بالحج والضربة الجزاء والغمزة والكلام العبيط ده ضيع الدوري، ولا اي حاجة ضيعت الدوري. احنا ضيعنا الدوري واحنا ضيعنا افريقيا، احنا اللي بقينا دلوقتي في الكونفدرالية بايدينا. فالمانشيت غريب، ده التوجه، يبقى احنا لسه في كارثة مش هتنفع. وقناة الاهلي انا مش هتكلم عليها، انا اصلا ما بتفرجش عليها. انا بشوف حاجات كده تنرفز وتضايق، فبحمد ربنا ان انا ما بتفرجش عليها. دي محتاجه برضو غربله جامده جدا على المستوى الاعلامي. بالنسبه بقى للكوادر اللي انتم المفروض بتحضروها، حسام عاشور وايمن اشرف، الكباتن القدام يعني. ايمن اشرف انا سمعته قناه الاهلي بيقول ان قفشه لازم يرجع. ليه قفشه لازم يرجع؟ قفشه لازم يرجع عشان هو فاهم اوضه اللبس. يعني ايه فاهم اوضه اللبس؟ هي اوضه اللبس بتتفهم ازاي؟ يعني ايه؟ دي الكوادر اللي انتوا مرجعينها النادي تمسك مناصب؟ لا خير.